السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا بصحة وعافية وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. وصفتنا النهار اليوم كما راكم تشوفوا وصفة هايلة بنينة بزاف في 15 دقيقة تحضريها بدون قليان، صحية وبنة ما نحكي لكمش. راح نبداو على بركة الله. هنايا عندي كمية تاع الشاورما قطعتها مرصوصة بهذا الشكل كما تقدري ديري الدجاج. نديرها في الكوكوط، نديرو كلش بارد في بارد، يعني 15 دقيقة توجديها. وهنايا عندي حبات تاع بصل، درت 3 حبات تاع بصل قطعتهم شرائح بهذا الشكل. وعندي هنايا 3 حبات تاع بطاطا متوسطين الحجم نقطعهم بهذا الشكل، قطعيهم يكونوا خشان شويه، رونديلات خشان بهذا الشكل، يعني ما يكونوش رقاق باش ما تحرحلكش هذيك البطاطا وما يكونوش خشان بزاف. المهم نديرو هذيك البطاطا مع هذاك البصل ومع ديك الشاورما، ونديرو هنايا كميه تاع الزيتون. الزيتون هنايا يبقى اختياري، يا اما ديري زيتون حبات يا اما مقطع بهذا الشكل، يا اما تستغناي عليه تماما. نديرو كميه تاع الزيت، واللي تحب المارغرين تقدري ديري مغرف تاع مارغرين. نديرو كميه تاع الملح، ونديرو الفلفل الكحل، ما نكثروش هنا التوابل. نديرو كميه تاع القرفه وكميه تاع الكركم. نزيدو سلك الجبير، ونديرو الماء هنايا نديرو ربع كاس تاع ماء، ما تكثروش الماء، نديرو ربع كاس تاع ماء بارد، يعني يكون عادي من الحنفيه. نفرغوا فوق هذوك لي زيبيس ونخلط كلش مع بعض. نحاولوا نخلوا البطاطا من الفوق، البطاطا كيما تعرفوا يعني بالخف الطيب، على هذا كنخلوها من الفوق. نخلطوا مليح هذوك لي زيبيس مع داك البصل وهذيك البطاطا. نغرقوا على الكوكوط تاعنا، نديروا لها الصفاره ونديروها فوق النار، نخلو النار عاديه. كي نشوفوا هذيك الصفاره صفرت نقصوا للنار، يعني خلوها طيب على نار تكون قليله. مده نحسبوا لها من بعد اللي تصفر، نحسبوا لها مده ربع ساعه 15 دقيقه. نفتحوا راح نلقاوها بهذا الشكل. شوفوا هذيك لاصوص، هذاك البصل هو اللي طلق لنا الكميه تاع لاصوص هذه، يعني بكميه قليله تاع الماء. شوفوا لاصوص اللي جاتنا تجي البنه تاعها ما شاء الله. نديرو نزينوها بكميه تاع المعدنوس. وهنايا اللي تبغي دير تزيدي الجبن تقدري تزيدي الجبن رابي، يعني تقدري تزيدي الفرماج رابي من الفوق، كيما تقدري تخليها هكذا. نحطوها مع بعض في الطبسي. وهذيك الشاورما طابت ما شاء الله. هنا تقدري ديري مرصوات تاع دجاج بنفس الطريقه وبنفس الكميه تاع الماء، كذلك راح تجيك بنينه بزاف. كما شفتوا وصفة سهلة اقتصادية، ما فيهاش مقادير بزاف وما فيهاش تعب بزاف، يعني كلش بارد في بارد راح تحضري حشا ولا غدا. يا ربي 15 دقيقة. نزينوها بالقارص، يعني ديري لها عصرة تاع قارص من الفوق تجيك روعة. شوفوا هذيك الشاورما كيفاه جات طايبة، شوفوا مام البطاطا تاعنا ما خليناهاش حتى تحرحرت، يعني كي تعطيها الوقت هذاك راح يجي كلش سوا. نتمنى تجربوا الوصفه هذه، ونتمنى تكتبوا لي في التعليقات اذا جربتوها، تقولوا لي كيف خرجت معكم. وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى ما تنسونيش بلايك الفيديو وتدعموني وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم.